واهلا وسهلا فيكم مرة جديدة مع فيديو جديد ووصفة جديدة من سفرة سلمى. وصفتنا لليوم الكبة المقلية على الطريقة اللبنانية وصينية الكبة. ولتحضير عجينة الكبة معي كيلو من البرغل الناعم الأسمر، غسلته من كذا زوم، ورح اتركهم تقريبا مدة نص ساعة. بس بخلال النص ساعة كل شوي رح اضيف لهم رشة مي باردة وافرك البرغل شوي تدريجيا. ولتحضير الحشوة بدنا نفرم تقريبا شي 7 حبات من البصل ل 700 جرام من اللحمة المفرومة، وهيك بنكون عم نحضر للحشوة. وكمان فرمت حبتين من البصل لنضيفهم للبرغل، ورح قلي البصل ليدبل، وبس يدبل ضيف اللحمة وبدي اقلبها منيح لا تستوي. اجمالا اقل من 10 دقائق بتستوي اللحمة معنا. وهون فينا نضيف زيت او سمنة، الموضوع اختياري، انا ما بضيف اي مواد دهنية. بس قليتها منيح وتغير لونها للحمة، رح اضيف معلقة من الملح، معلقة من القرفة، ومعلقة من 7 بهارات، ورشة صغيرة فلفل اسود، ورح قلبهم منيح دقيقتين وبطفي تحتهم. وهيك صارت الحشوة جاهزة معنا. وهلا رجعت للبرغل من بعد تقريبا نص ساعة 3/4 ساعة، ما بتفرق. نحن الهدف، أنا أبدا ما بحب إنه أنقعه للبرغل بالمي كرمال ما يعجن البرغل. أنا الهدف بس إنها تفتح حبة البرغل، وبس نفركه للبرغل منيح بساعدنا كرمال العجينة تصير متماسكة البرغل مع اللحمة. هون ضفت الحبتين البصل المفرومين، وراح ضيف البهارات معي. هون دقة الكبة اللي هي تحويجة الكبة، بيبقى كل شيء فيها مردكوش و7 بهارات وفلفل اسود، نعناع ناشف، بيبقى كل البهارات اللي للكبه بنجيبها جاهزه. ومعلقه ملح كبيره. رح اترك لكم كل التفاصيل البهارات والمقادير بصندوق الوصف. وهلا رح اضيف نص كيلو من اللحمه. انا بالعاده بحط قد بقد، بضيف قد بقد، نص كيلو برغل ونص كيلو لحمه ناعمه مفرومه ناعمه من عند اللحام للكبه، بتكون اللحمه مثل المرهم. هالمره استثنائيا حطيت كيلو برغل ونص كيلو من اللحمه، واخذت نفس النتيجه، وطلعت راس الكبه، حبات الكبه بعد القلي بيقرشوا كتير طيبين. اخذت نتيجه رائعه، نفس النتيجه تقريبا، بس هيك تقريبا بنكون عم نعملها بشكل اقتصادي شوي للكبه. وكمان مره رح ارجع افرك البرغل مع اللحمه، رح نعجنهم ونفركهم منيح بهالطريقه ليتماسكوا ويصير عنا عجينه متماسكه. وهلا اذا في عنا مكنه لحمه او حتى بالفود بروسيسور بنقدر نطحنهم. هيدي العمليه بتخليهم يكمشوا على بعض، يكمشوا، وتساعدنا اسهل بالتقريص الكبه. وهون كمان رح ضيف مي تقريبا، يعني الكيلو البرغل تقريبا ضفت له 4 أكواب مي باردة، بس على مراحل، من خلال فترة النص ساعة 3/4 ساعة اللي تركته فيها بالبداية، مع فترة اني عم بعجنهم مع بعضهم. هي تركت لكم كل التفاصيل، الطريقة بالتفاصيل، واكيد بتاخدوا نتيجة ناجحة 100%. رح دلني اعجنهم منيح ليصيروا كلهم سوا عجينة واحدة. وهيدي عجينة الكبة اللي حصلنا عليها بتنفع على كل أنواع الكبة بلبن اللي سبق ونزلت لكم الفيديو، وكبة بالصينية، وكبة قراص مقلية، وحتى إذا بدنا نعمل كبة مشوية.
وهون انا اول شغله رح احضرها هي صينيه الكبه، بس لكن للاسف كان التليفون على اساس عم بيصور وراح مني المقطع اللي انا عم بعمل صينيه الكبه. لكن بكل بساطه بنمد الكبه بايدنا هيك عجينه الكبه وبنمدها بالصينيه، بنفردها وبنرجع بايدنا بمي ما لتصير كلها شقفه واحده، بنرجع بنحط الحشوه وبنكرر العمليه لوجهها من فوق. وبدي اعتذر منكم على المقطع اللي راح، بس وعد انه ان شاء الله برجع بقدم لكم طريقه بالتفصيل عن طريقه مد صينيه الكبه. وهيك اذا حبينا نحطها بالفريزر لتاني يوم او لبعد بيومين بنقدر نغلفها منيح بالنايلون ونحطها بالفريزر، وبعد هيك بنطالع ونحطها بالفرن. واذا بدنا ندخلها على الفرن مباشره رح اضيف تقريبا ربع كوب من الزيت النباتي عليها، ورح ادخلها على الفرن. بدها تقريبا شي ربع ساعه على درجه حراره 180، وبنرجع بنحطها بنشعل الفرن من فوق، وتقريبا بدها شي 5 دقايق بس. وهيك طلعت النتيجة من بعد ما طلعت من الفرن. وبنقدر نضيف لها إذا حبينا نضيف لها لوز أو صنوبر من فوق، نسيت لكم هالمعلومة، بنقدر نضيف لها، الموضوع اختياري. وهلا بدنا نبلش نحضر أقراص الكبة. وللحشوة اللي حضرناها رح ضيف معلقتين كبار من السماق. الموضوع اختياري بس بيعطي نكهة كتير طيبة. السماق بنضيفه لحشوة الكبة راس المقلية وللكبة بالصينية، بينما للكبة بلبن ما بنضيف سماق. وتقريص الكبة بشكل البسيط رح بل ايدي من المي، ومعي كمان كاسة بقلبها مي ومعلقة نشا. بهالطريقة بنكورها بتكون اصبعنا مي وايدنا مي، وبنبلش بهالطريقة كأننا عم ننقرها او عم نحشيها لتاخد هيدا الشكل معنا، وبنحشيها وبنسكرها بهالطريقة بأصابيعنا. وبنقدر من برا نرجع ندهنها بالمي الباردة لتصير مالسة العجينة معنا، أو المي والنشا بهالطريقة. ومن بعد ما خلصت الكمية كلها وبلش وقت القلي، من بعد ما يحمى الزيت، ونصيحة يكون الزيت غزير، حتى انا هون طلع معي قليل شوي، مفروض الزيت يكون اكتر. وما بنكتر حبات بالمقلى، وما بنقلبهم كتير، وبننطر فترة لتنشف قبل ما نفكر انه نقلبهم. بس ما كترت 5 أو 6 حبات بالمقلى على نار متوسطة. بننطر للزيت يحمى، بنرجع بنكمل القلي على نار متوسطة كرمال ما ياخدوا لون بدون ما يستووا. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإذا عجبتكم وصفتي وطريقتي ما تنسوني من الاشتراك واللايك والكومنت وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.